يا أم الخير ما عندي. يعني معقولة يكون عندي وخبي عليكي؟ ها شفتي شلون؟ انتي قلتيها بلسانك. يعني إذا إلك ما خدمتك مين بدي أخدم لكان؟ ولا يهمك، بمجرد ما يتأمن شي بتصل فيكي فورا. لك على راسي. أهلين أهلين أم الخير حبيبة قلبي. أهلين مع السلامة. يعطيك العافية ام رشيد. أهلين أبو رشيد، وينك غلي قلبي عليك؟ ايش بدي اساوي؟ اجراءات لابد منها. طمني مشي الحال؟ مشي الحال، بس بعد شو؟ بعد ما طالعوا روحي بالطول وبالعرض. لك ليش مصعبينك كل هالقد؟ مالهم بالعادة؟ لك شو بيعرفني يا ام رشيد؟ روحي اسأليهم إلهم، مو تسأليني إلي. شو بيعرفني؟ يلي بقصده انه نحن ما عم نستورد لا محظورات ولا ممنوعات. ايه عم نستورد اواعي بالة وحسب اللوائح والقانون، يعني ما عم ننط من فوق الاساطيح. صحيح، بس هن بخلوكي تنطي فوق الأساطيح غصبا عنك. فصاعة على القصة، يعني حدا بيصدق انه صار لي 5 اشهر عم لاحق معاملة التخليص وما كانت تكمل معي؟ لا والزبونات يا ابو رشيد بلشت تمل من كتر اعتذاراتي الهم، وفي بعضهم عم يظن اني عم بكذب عليهم. وبتعرف انت زبايننا كلهم تقال ما بيعجبهم العجب ولا الصيام برجب. الله وكيلك، الست نبيلة وام الخير وام فادي ما بيطبلوا العيش اذا ما تصبحوا بصوتي كل يوم. وعلى قولة وصل شي ما وصل شي فتحتوا بالة جديدة. هو الحق بايدهم، لانه الاواعي والثياب والسكربينات يلي بنجيبها نحن ما حدا بجيبها غيرنا. وهلا قبل شوي شو بيقول لي المدير المعاون؟ قال لي وضروري تستورد بالات نخب ممتاز على حساب البالة انه وجدت حتى الفقير يستر حاله. ايه وشو قلت له انت؟ شو بدي اقول له يعني؟ اذا كل واحد بدي فوت معه صد واخذ رد بتعب راسي على الفاضي. الو. الو نعم. مين؟ اهلين وسهلين ست كوثر، شلون الصحة؟ الله يخليكي يا رب، الله يخليكي ويعافيكي. وشلون معلمنا؟ يا ستي الله يقويه ويخلي لنا اياه. لا والله يا ست كوثر ما في شيء جديد. ايه بس يوم السبت ان شاء الله. ايه رح تجينا بالي ظريفة. ايه بإذن الله. لا لا اكيد. يا اهلا وسهلا، يا ميت مرحبا. الله يخليكي ويسلمك. اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتي ست كوثر. الله معك. كوثر عبد ربه مو هيك؟ ايه نعم يا ستي، المسكينة رح ينطف قلبها. قال بدها شي صرعة اورجينال إلها ولبناتها. هلا اكيد رح يسلموك البضاعه يوم السبت. ايه اكيد مشي الحال. بخرت حدا؟ شو ها؟ يعني دفعت اكراميات؟ ايه ليش في شي بيمشي بدون اكرامية؟ لمين دفعتها؟ لك شو بدك القصة هلا يا ام رشيد؟ يعني اللي اخذ منك وظيفته كبيره ولا صغيره؟ يا ستي عطيت الكبير والصغير والمقمط بالسرير، ولو ما عملت هيك ما بنستلم البضاعة ولا بسنة، او ممكن ما يوافقوا على ادخالها وتعفن وياكلها العت بالمستودعات. ست ام رشيد ممكن اقيس هالفستان؟ طبعا تفضلي خدي راحتك. وين غرفة القياس؟ هون على اليمين. انه ليش عم يصعبوها كل هالقد؟ لعبة كبيرة من التجار الكبار. هلا البالة بدها تضارب على التجار. مو مسألة الضارب، هي لا بتضارب ولا شيء، بس التجار الكبار كلمتهم مسموعة عند المسؤولين. شي بيقولوا لهم البالة بتأثر على الصناعة الوطنية ولازم نحميها، شي بيقولوا لهم أواعي البالة بتجيب أمراض، مع إنه البالات اللي عم تجينا معالجة ومعفرة بالكيميائيات والمواد الحافظة، وكل شهادة مرفقة مع البالة هالقد قدها من منظمات الصحة الأجنبية. حلو هالفستان يا ام رشيد. يعني بدك اياه؟ ايه بس ما يكون سعره غالي. قد ايه سعره بالله؟ يلا مشانك ب 800 ليرة. يا شو 800 ليرة؟ شو انا شاريته من شارع الحمراء؟ ليش بتلاقي منه بشارع الحمراء؟ حبيبتي هذا اجنبي، بعدين هاي الموديلات ما في عنا منها بالبلد. حاجته 700 ليرة، ما رح اعطيكي فوقهم ولا قرش. ماشي الحال، يلا ما رح اخجلك، تكرم عينك. هاتي لف لك اياه، هات كيس ابو رشيد. مبروك. تفضل. تفضل. مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيكم. شكرا. اهلين، شرفتي مدام. اهلا وسهلا. يا اهلين. مرحبا أبو رشيد، أنا نبيلة. أهلين فيك عيني، أهلين. بدي أسألك
شو صار معكم مشان المانطو؟ لا جلد ما بدي فرو او سمور او فيزون. عن جد؟ يعني اخيرا وصلت؟ لا هيك المسألة صار بدها زلغوطة. على كل حال انا بيجي لعندكم لحتى اشوفه. بس الله يخليك يا ابو رشيد، بتعرفني انا ما بحب الزحمة وما بحب الناس الغربة. امتى بيكون المحل فاضي لحتى اجي؟ اوكي كتير حلو. يوم السبت الساعة 10:30 بكون عندكم. اوكي باي باي. سمعتي ولك ميساء؟ قال ابو رشيد جايب مانطو فيزون بيمزع العقل. صباح الخير. اهلا وسهلا ست نبيله، يا اهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور. اهلين فيك. اجيت على الوقت لا تقولي تاخرت. لا ما تاخرتي ولا شيء. ام رشيد. اهلين وسهلين ست نبيلة، شرفتي. اهلين فيك. ايه ستي من اولها. اولا فنجان قهوة. لك. طيب اوكي ما في مانع. ابو رشيد فنجان قهوه لو سمحت. على عيوني وراسي، تكرم عيونك. نسكافيه ولا قهوه؟ لا قهوه. مج ولا بالفنجان؟ بالفنجان ما في وقت. ايه على عيوني وراسي، تكرم عيونك. كيف الصحة؟ ماشي الحال. تفضلي يا ستي، ان شاء الله صحه وهنا. شكرا. هاتوا لشوف شو جايبين لنا. ها يا ستي، انت حظك من السماء. اوف ليش بقى؟ لانه طلبك تامن مثل ما بتريدي واكثر. انت عرفت شو طلبي؟ ولو يا مدام مانطو فيزون اذا ما خاب ظني. تفضلي لجوا لكان لورجيك اياه، تفضلي. انت تفضلي شوفي لي هالشوفه، شوفي هالشوفه وبعدين احكي. انت بس شوفي لي هالشوفه، شوفي هالشوفه ما احلاها. بسم الله. شايفه هالشوفه؟ ياي شوفي. يا الله ما احلاه. فعلا هذا هو طلبي، فعلا يعني. كثير فانتاستيك. تحبي ايسك يا؟ طبعا. ما بدها سؤال المسألة. تفضلي معي، تفضلي ست نبيلة. اوكي تفضلي شوفي على المراية ست نبيلة. شلون شايفتي؟ كثير حلو. يا الله ما احلاه. هو العادة مدام نبيلة مناطي الفيزون بتسمن، بس ما شاء الله كان عليكي، جسمك شو لبيس، والله طلعتي فيه مثل الأميرات الروسيات. فعلا بيهوس، بيعقد، يعني مو معقول شو حلو. لا وخاصة لون، بتعرفي ام رشيد انا بموت بهيك الوان. والله ابو رشيد بمجرد ما فتح البالة ولقاه على الوش قال لي خلص هاد للست نبيلة ما في كلام. وبتعرفي مدام نبيلة البالات لما بتنفتح بيكون حاطين على وشها كم قطعة مو ملبوسين منوب جداد. حتى ام رشيد هي بوش عم بحكي حطت عينها عليه. بس انا قلت لا 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 ولو صفي مع جنب، نحن واعدين نبيلة خانم ووعد الحر دين. ميرسي، هذا من ذوقك ابو رشيد. ربح؟ ما رح نربح على الخانم يا ام رشيد، معاذ الله. يا ستي هذا سعره 35,000. واو 35,000 ومن البالة؟ صحيح هو اسمه بالي مدام، بس شوفت عينك جديد، يعني ما في قطعة تانية مثله بالبلد، هي ميزته. هو من أرضه غالي ست نبيلة، مو هيك أبو رشيد؟ إيه طبعا، لأنه بتعرفي مدام نبيلة حيوان الفيزون حيوان نادر وممنوع صيده، هو والنمورة والفهودة خشية الانقراض. بعدين شو حجم الفيزون فكرك؟ شو حجمه؟ كله هيك قد القطة الصغيرة، فتصوري كم حيوان لابسة حضرتك هلا. ما اختلفنا، بس يعني والله غالي 35,000. It's too expensive. والله يا ست نبيلة خانو مو غالي، صدقيني بعت جاكيت جلد عادي شغل تركيا ب 38,000 ليرة، بقى شلون فيزون ايه بتفرق يعني؟ بتعرفي قديش سعره لو كان معروض بالواجهات بشي محل راقي؟ قديش يعني؟ مو أقل من 300,000 ليرة ولا بشكل. معقولة؟ لك يا مدام فيزون، هاد فيزون. طيب ابو رشيد، اوكي ماشي الحال. هاتي لحط لك اياه بالكيس. ما في داعي، معي سيارة.
عدل لي هدول لو سمحت. تكرمي. فرجيني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما في شيء، مثل الليرة والله. تفضلي مدام. هي 35,000 وهدول الزايدين إليك. ميرسي إلك. ألف مبروك إن شاء الله. إن شاء الله بالهنا. ميرسي. تعال يا زياد. حاضر معلمي. الله يرضى عليك، خذ هالمانتو ووصلها اياه للمدام على السيارة بسرعة. على عيني. يلا أورفوار. الله معك مدام، مع السلامة، تهريب الهنا إن شاء الله. يا اهلا وسهلا، ايه ناطرينكم؟ اهلا وسهلا، مع السلامة. الو، صباح الخير. أهلين اهلين وسهلين ام فادي، يا بيت مرحبا. بهالعين، انا مواعيدي دقيقه مثل ساعه الاذاعه. ايه صحيح طبعا لك. شلون صحتك ست أم فادي؟ الحمد لله، عم نسكش تسكيش. وين سكربينات جداد اللي قلت لي عليهم؟ ليكن قدامك على الرف، تفضلي شوفيهم مدام. يا اهلا وسهلا، اما شو سكربينات بيطيروا ضبنات العقل، وبصراحه انا ما كنت متوقع احصل على هيك سكربينات ابدا. شو قلت لحالي؟ راح لاقي بهالبالات سكربينات مثل اللي بنلاقيهم عاده، بس ظنوني كلياتها خابت وتوقعاتي ذهبت فالصو. هاي سكربينات قدامك مدام. شو ها؟ يا سلام، هي الانواع اللي بحبها انا. لا، هالمره بيضت وشك تمام. هي مريحة كتير. ولونها غريب. أنا بموت بكل شيء الناس مو متعودة تشوف منه. يعني لو درت الشام كلها ودورت على سكربينة مثل هي ما رح ألاقي مثل نمرتها. بعدين دائما بيقولوا لي أنت ذوقك عجيب. على كل حال ظريفة، اعتبريني أخذتها. ضبي لي إياها على جنب. هو صحيح موديلها ولونها حلوين، بس الاصل والاساس هو الغالب يا ام فادي. يعني لو بتمشي فيها من هون لدرعا على التراب وعلى البحص ما بتوجعك رجلك على الاطلاق. أما سكربيناتنا يعني العفو منك، إذا الوحدة لبستها وراحت فيها زيارة من بيتها لبيت الجيران بترجع ورجليها مفقفلة. غير هيك وهيك، شوفي متانة الجلد. يعني نحن معودين نلبس سكربينة ونمشي، أما يا هل ترى هل هي جلد غزال، جلد بقرة، جلد تيس، جلد حمار؟ ما حدا بيعرف، ما تعودنا نسأل أصلا. ليش هي جلد شو؟ جلد ضفادع ولا جلد عصافير؟ فصاحة شو دمي خفيف يا مدام. لا مدام، هي جلد جمل أسترالي بسنامين. وليش بقى بسنامين؟ لكل فردة سنام. طيب وهي؟ قيسيها بالأول. مو بطالة، حلوة. جلد شو هي؟ جلد حية ولا جلد عقرب؟ أنا جاي على بالي البس جلد عقرب، حاكم أنا بحب كل شي غريب. وانت الصادقة العقرب ما بيعملوا من جلده سكربينات. ليش بقى؟ القريضة تقرضون، الناس وصلت للقمر. ما في جلد عقرب يا مدام، الله يخلينا اياكي. مشان التوفير يعني؟ ما بيعرفوا انه في ناس مستعدة تدفع؟ وخليها سكربينة الوحدة تستهلك 50 عقرب، شو عليه؟ يا مدام العقرب بيستفيدوا من سمه بالعقاقير بالأدوية، أما جلده فما بعتقد يستفيدوا منه منوب. أبو رشيد، لا تقلي ولا بقلك، أنا دايرة بلاد وشايفة عباد، يعني من جلد الناموس عم يعملوا دربكات إذا ما بتعرفوا. لكن مو مثل حكايتنا نحن، ناس عم تشتغل، نحن بس شاطرين نشوف شو عم يشتغلوا وشو عم يعملوا وشو لبسوا وشو شلحوا. معك حق. طيب المهم مدام، شو رأيك بهالسكربينة هاي؟ ما عجبتني، هاتولي غيرها.
تفضلي مدام. يا سلام، ممتازة. وهي كمان أخذتها. قديش حق التنتين؟ 4000 ليرة مدام. إيه مو كتير. أنا بدفع ما فوقي وما تحتي لحتى ألبس وحس حالي لابسة. ليش في ناس بتلبس وبتحس حالها شارحة؟ تفضلي. معوضين. يسلموا الإيدين. بعتوا لي إياهم إذا سمحتوا على السيارة، وعطوا للولد بخشيش لأنه أنا ما معي فرايد. لا سلامة خيرك ام فادي، اهلا وسهلا فيكي. يلا يا جماعة، جود مورنينج. جود مورنينج، الله معك، مع السلامة. صحيح، قبل ما أنسى، أنا لازمني مانتو فيزون. إذا حواليكم مانتو فيزون يا ترى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش بقى؟ يعني أنا عم عاجزكم معاجزة لا سمح الله؟ مو هذا القصد، بس هلا قبل شوي بعنا مانتو فيزون ما اجانا مثله من 10 سنين. هلا ها قبل ما تجي حضرتك بنص ساعة. يلعن حظي شو مسخم. يعني ضروري أنا الثانية انضرب على قلبي واسمع كلمته وأقعد أشرب معه فنجان قهوة قبل ما أطلع من البيت؟ فعلا لو اجيتي وشربتي القهوة عنا كان طلع المانتو من نصيبك. يا سيدي الله يهني اللي اشتريته. شو هالدعوة أنت الثانية؟ يعني هي الله يهنيها وأنا الله يكدرني؟ عكت مدامتي لا سمح الله. شو لازم كانت تقول؟ إيه من هالسخافات هلا؟ على فكرة أنت اليوم تعليقاتك مو عاجبتني منوب يا أبو رشيد. ليش يا مدام ليش؟ يطول لي عمرك ليش؟ أسأت التصرف لا سمح الله. مو مهم، بس اللي زعجني منكم انتوا اثنين انه خليتوني على الفضلة. كان لازم تخبروني الي اول وحدة تقولوا لي اجانا فيزون يا ام فادي. والله هي معك حق فيها، لأنه فعلا أنت أبدا من كل الناس. شو الحكي؟ هالمرة سماح، تاني مرة بتخبروني الي قبل كل الناس، مفهوم؟ مفهوم مفهوم. صباح الخير. صباح الخير، اهلين مدام نبيله. شو ابو الخير، خلص المانتو؟ ايه خلص، ليش عذبتي حالك؟ كنت بعت لك اياه على البيت مع الولد. ولا يهمك، مو مشكله. تفضلي. شلون ان شاء الله عجبك؟ الله يعطيك العافيه، فيري نايس. بس قبل ما انسى، البطانه من جوا مبخوشه بخش صغير بلا معنى من ناحيه كم اليمين. شو هالحكي؟ معقوله؟ مثل ما عم قل لك، الله وكيلك هذا اللي شفته. طيب اوكي، انا بتصرف. دخيلك مدام، انا بعمري ما نزعت لك غرض. مو معك رح اتصرف انت الثاني، شبك. الله معك مدام، مع السلامه. أهلين ماما، شو وين كنتي؟ وين بدي يكون يعني؟ بالهفا. خير في شي؟ ليه طالع خلقك؟ هيك اللي مستعجل وقف لقلك. وشو هذا اللي جبتيه؟ المانتو؟ اي نعم، مو عاجبني بدي رجعه. ليه؟ مع أساس كان طاير عقلك فيه. مزبوط، بس طلع مضروب. عريضة تقرضش وبيضل خطه مشغول. ميساء، يا ميساء، شو هاد؟ لك ماما ما قلت لك بدي رجعه؟ لا على هيك شي. لك يا امي الفيزون مو ليلي من عمرك، انت لساتك صغيره. قومي لشوفي حال اوضتك، يلا. بدي أجربه بس ماما. ولك تتركيه من ايديك اللي كلهم وسخ. روحي غسلي ايديكي. غسلتي ايديك قبل ما تجربيه؟ روحي مرشي، روحي مرشي قوام بسرعه.
الو مين؟ ابو رشيد؟ اهلين مدام نبيله. هيك يا منظوم؟ هيك بتبيعني مانطو مضروب؟ اعوذ بالله، شو الحكي؟ مثل ما عم اقلك، في بخواش ناحي الكم جوات البطاني. والله ما انتبهت على الشغله. اعذريني مشان الله، وشو ما بتريدي انا حاضر. ابو رشيد انا بصراحه بدي رجعه لانه قلبي نقزني منه. بدها ترجع المانطو؟ خليها ترجعه، لا ترك عليها كتير، بنبيعه لأنفادي. الو ابو رشيد، انت لساتك معي على الخط؟ ايه معك انا. مثل ما بتريدي يا ستي، انا حاضر ومصاريكي جاهزه. ودخيلك يا مدام مشان الله، مشان سمعة المحل، يعني انا متاسف كتير. اوكي، هلا ببعت لك حدا يودي لك اياه. انت فاتح؟ ايه فاتح، وراح اعطي المصاري للزلمه اللي راح تبعتي معه المانطو. بس مشان الله بكرر اسفي، يعني ما في بالعاده تحدث معنا هيك امور. ما لنا حظ نخدمك. المره الجايه ان شاء الله. ماشي الحال مدام نبيله، الله يطول عمرك. مع السلامه يا ستي. يا سيدي وخليها ترجعه، شو هالشغلة المهمة؟ ليك أنفادي جاهزة، أنا متأكدة إنه رح يطير عقله لما بتشوفه. صحيح، والمخلوقه دفيعه، يعني بنقدر ناخذ منها يلي بدنا اياه وحبه مسك. لكن رح أتصل فيه على الحارك. إيه عظيم، بيكون احسن. ألو، مرحبا أنفادي. أهلين، أنا أم رشيد. أهلين فيكي يا ستي. اجتمعت لك بمانتو فيزون، لا صار ولا رح يصير. ما قلت لك نحن بالخدمة؟ ايوه بدك تجي فورا. اهلا وسهلا، بانتظارك. اهلين اهلين. بشير، يا بشير. نعم خانم. اطلع لي عندي شوي. مري خانم. الله يرضى عليك يا بشير، بتروح لعند ابو رشيد تبع البالة وبتودي له هالمانطو. اما شو شوفي يا مدام، عم قلك شوفي شوفي. الحشي على كتافي اوام رشيد. شلون شايفه؟ خلاب، فتان، باهر. هذا هو. قد ايه سعره؟ هذا يا مدام سعره بعد الخصم والمراعاة 55,000 ليرة، لأنه لو ما كان بالي كان على القليلة سعره نص مليون. هلا جوزي بده ينفلج اذا عرف قد ايه سعره. بس ينفلج شو اعمل له؟ ليش هو يتجوز مره مزوقه؟ يعني قدرت افهم ذوقك مدام، عجبك؟ فانتاستاك. شو هاد؟ فانتاستيك قصدها تركيا. بتحبي لفلك يا ست انفادي؟ لا ست ام رشيد، خليه هيك على كتافي، خليه لابسته. بس عدم المؤاخذة يا مدام، الدنيا برا عز دين الظهر، شوب كتير حمى. معلش انا سيارتي مكندشه. اتركها على راحتها ابو رشيد. ايه ضروري. الف مبروك يا مدام. الله يبارك فيك. تفضلي. تفضلوا. شكرا. عفوا. باي. مبروك. باي مبروك مدام، الله معك، مع السلامة. فرحتي. احبك ليه يا عمري، سؤالي يدور في صدري، صار الدم الذي يجري. ويلي ويلي ويلي. ميساء، يا ميساء. نعم ماما. ماما شفتي لي وين بطاق الالماس؟ أنا؟ لا ما شفته. غريبة، وين حطيته أنا؟ يا والله بتذكر حطيته هون بالدرج. دوري معي ماما، دوري. شو هاد؟ شغلة بتحط العقل بالكف. وين حاطته يا ترى؟ ماما ميساء، انت شفتيني وين حطيته؟ أنا؟ لا. آخر مرة لبسته فيها كان بحفلة ببيت الأسطواني، بعدين شلحته ورجعته لمطرحه على الدرج. ماما ميساء تذكري معي، وين ممكن يروح؟ تذكرت وينه، وينه؟ بس ما بيطلع خلقك علي. عايرتي لحدا من ورا ظهري مو هيك؟ أعوذ بالله، أنا ما بعير أغراضك من ورا ظهرك. لكن وينه؟ نطفتي لي قلبي ميساء. غالي ماما مو هيك؟ لا مو غالي، لأنه مو ألماس حقيقي،
بس انا حبيت احطه على هذا الفستان لانه بيلبق له كثير. يعني حقه محرز ولا مو محرز؟ لك وينه؟ قولي وخلصيني، بدك تضربي انت وحقه. طيب بتتذكري المانتو اللي جبتيه من عند الزلمه؟ ايه كنت عم قيسه، عم حبيت لبق له الطاق، بس وقت فتي عم خفتي تخانقيني، عم خبيته بالجيبه، بس نسيت املك اياه. الله يصلحك يا ميساء. لك ماما شلون صار معك هيك؟ ايه مو مشكله، اسالي البياع اللي جبتيه من عنده. اسال البياع؟ طيب انا بورجيك يا ميساء. الو ابو رشيد، انا مدام نبيله. بدي اسالك، المانطو اللي رجعت لك اياه نسياني بقلبه طوق زركون مقلمس. الله يرضى عليك، ممكن تشوف لي اياه؟ والله يا مدام نبيلة المانطو انباع. اي والله، لانه بتعرفي هيك قطعة نادرة ما بتضل عنا بالمحل. لمين انباع؟ ممكن اعرف؟ اسف يا مدام، ما بقدر اقول لك منوب. لا ما بقدر. شلون يعني؟ يعني هي اسرار المهنة. امنتوا بالله على هالليله، كمان البالة فيها اسرار؟ ولو انت ست العارفين. اهلين مدام نبيلة، اهلين وسهلين ومرحبتين. الله معك يا ستي، الله معك. يسلموا. هاني، هلا ابنك هاني هو البكر ما هيك؟ يو لكان شلون اسمه هاني؟ لا يعني قصدي ما اجاكي بنت قبل منه؟ لا هاني هو بكري. ايوه، يعني جواسيه للبنت؟ لا لساتها صغيرة. ايوه. إيه الله يفرحك فيه ان شاء الله، وان شاء الله عقبال هي السيستر. نعم. عم بقول يعني عقبال عند اخته ان شاء الله بتفرحي فيها. انا مو قضيت اجازتي بلندن 15 يوم، فالانجليزي لسه اخذ على لساني. الحق معك. يا لطيف يا لطيف، ببريطانيا شوفي شغلات حلوة، شغلات كتير كتير حلوة يا لطيف. وهالمانطو اخذتيه من هنيك؟ لا يا تقبريني، هذا المانطو اجاني هدية من روسيا، ومعلومك روسيا بلد الفرو والدبب. ليش هذا فرو دب؟ ولو ام هاني انت كلك نظر، هذا فيزون حلو كتير، ان شاء الله بتتهني فيه. شايفة ما احلاه؟ والله الواحد يعني بيخجل من الناس اللي بيهدوه هيك هدايا. يعني المخلوقة اللي هدتني اياه شو الله جابرها لحتى تحط هيك مبلغ، لو ما كانت بتحبني. خزيت العين حولك، محبوبة من الجميع. لانه تو اكسبنسيف. ان شاء الله بتهري بالهنا. لا انا ما بهري شي منوب، انا كتير متقنة على ملابسي، وخصوصا الملابس يلي سعرها المبلغ المرقوم. وانا هذا الفستان اجاني هدية من فرنسا. فرنسا؟ ورجيني. لا هيك مو مبين عليه من فرنسا. لا يوم من فرنسا. مساء الخير يا حلوين. هاي منيرة. بونسوار مدام أهلين. يا هلا. هاي كيفك؟ اهلين اهلين نبيلة. ألف مبروك بكتاب ابنك. الله يبارك فيكي، تعالي بيناتنا. كل المطارح خير وبركة. بونسوار ام فادي. اهلين نبيلة خانو. كيفك؟ ما يبلى ما يبلى، كتير كتير حلو هذا المانطو كتير. حاجة بقى يا جماعة، والله صرت استحي انا. بشو؟ يعني شوي تانية رح يصير الفيزون تبعي حديث السهرة. ويصير شو عليه؟ بيستاهل كتير حلو مو هيك؟ شبكي نبيلة خانم، حاجة تشدي شو انا رح اقوم اشلحه. عدم مؤاخذة مو من شان شي يعني، بس خايفة حدا يكون ايدي زفرة ويلحمس عليه ومأمل بعدين. عفوا تقبريني، ما بقصدك انت، انا عم بحكي جنرال. ام فادي، خليني ساعدك وعلق لك يا اوكي؟ خلي عنك حبيبتي، انا بعلقه لا تعذبي حالك. لا معلش، انا قصدي ما تعذبي حالك لانه اصلا يعني انا رايحه على التواليت. معلش خليني انا اصعلقه. مو مشكله يا ام هاني، خلص انا بطريقي، لا تعملوها قضيه. يا عبي شو منك يا نبيلة خانم. شبكي ام فادي، ليش عيونك شايحة ومكركبة؟ لا ما في شيء، بس يعني خايفة تعلقوا تعليقة غلط وتقوم تشلف ابته. لا ما تخافي. كبشتك
لك يا لصة يا حرامية يلي ما فيكي جلد الخجل. ولك انت الحراميه و60 حراميه كمان مو انا. عرفي شو عم تحكي احسن لك ها؟ قسما بالله بتليفون صغير لجوزي بخلي يحطك بالحبس، وانت بتعرفي مكانة جوزي بالدولة شو هي ها؟ يا ستي تشرفنا منك ومن جوزك كمان. يا عيب الشوم عليكي يا حرامية، وصلت فيكي المواصيل انك تمدي ايدك على جيبتي وتسرقيني؟ ام فادي احترمي حالك ها، انا ما عم بسرقك، انا بس عم فتش في الجيوب. بالله؟ وليش عم تمدي ايدك وتفتشي بجيوبي مو مشان تسرقيني؟ شو في يا جماعة خير شو بكون؟ زبونة العوافي مادة ايدها على كبودي وعم تسرقني، شفتها بعيني بالجرم المشهود، اصلا انا شكلي هدمي من وقت ما اخذت المنطر طلعت في ركض. مزبوط هالحكي يا نبيلة؟ مزبوط ام هاني. شفتي شلون؟ شفتي شلون عم تعترف بلسانها؟ وين التليفون؟ اعطوني التليفون لحتى اخبر جوزي، مشان لحتى يبعث لي عناصره، اصلا هلا بيجوا عناصره لجوزي وبيقولوا لي امرك معلمتي. طولي بالك ام فادي، مشان الله طولي بالك، عندي مباركة انا، يعني بعدين مو حلو تعملوا لي فضايح وتنزعوا المباركة. بس بدي افهم ليش مادة ايدك على المنطقة وعم تنبشيني لا خلص بقى، لسه مثل الردادة والنواحة، اعطيني فرصة لاحكي بس. هاتي لشوف تفضلي احكي. يا جماعة الشغلة وما فيها اني اشتريت هالمانطو من البالة من عند ابو رشيد، ولما رجعت على البيت لقيت انه البطانة من جوا محروقة بالسيجارة، قمت رجعت له اياه، قام هو رجع لي المصاري الزلمة. من عند ابو رشيد؟ كذابة، علاكة لا تصدقوها، مين هذا ابو رشيد؟ اصلا انا ما بعرفه، اصلا هيك محلات ما بيروحوا الا الشراشيح والمعترين، قال ابو رشيد قال. طولي بالك يا ام فادي، لا تكبري الموضوع، اتركي نبيلة تكمل. ايه بعدين؟ يلي صار اني نسيت بجيبته طوق الالماس تبعي، وبعدين ما عاد صح لي انه انت خرج طوق الماس اوشك مثل فطنجرة نحاس. ام فادي اعملي معروف لا تضوجي، تسمحي لي فتش جيوبه؟ تفضلي ست ام هاني فتشي فيه قد ما بدك. قال طوق الماس قال، لا بقى لشوحة مرجوحة ولا ابو بريس بقاب. من جوا ما في شي نبيلة. شفتي شلون؟ الحق الكذاب لورا الباب. ام هاني ممكن استخدم التليفون؟ إيه تفضلي خدي راحتك. الو مساء الخير. ام رشيد بدي اياكي تيجي ضروري لبيت ام هاني. طيب ولا يهمك، يلا مسافة الطريق وبكون عندك. فظاعة يا جماعة، أنا قديش شايفة ناس وعالم وأمم مثل هالمخلوقة هي ما شفت ولا عيني رأت. كذابة، حرامية، منافقة، ما بتعرف إنه الناس إلها مقامات؟ طولي بالك ام فادي، ان شاء الله ما بصير الا الخير. مرحبا يا جماعة. مين هي ام رشيد؟ مش بعرفني. مرحبا منيرة خانم. نعم. عم نقول مرحبا، شبنا؟ هلا ما عدتي تعرفيني؟ اهلين اهلين. خير، شو القصة نبيلة خانم؟ ام رشيد انا ما اشتريت من عندك هذا المانطو. لا تغلطي اوعك، أنا ما بشتري ملابسي من عند هيك ناس شراشيح. أنا شرشوحة؟ بلا يا ست نبيلة، اشتريتي من عندي هذا المانطو. وما رجعت لك اياه؟ صحيح، ورجعت لك حقه 35,000 ليرة. ايه وليش رجعت لك اياه انا؟ لأنه محروق بالسيجارة من بطانته. بقى اللي صار انه لمن انا جبته على البيت بنتي ميساء حبت تقيسه ولبقت له طوق من طواق الالماس تبعي، والجدبه نسيت الطوق بجيبه المانطو، وحضرتك رحتي بعتيها يا لأم فادي ومانك عرفانه شو بجيبته. صحيح، لأنه بعد 10 دقايق اجت ام فادي واخدته. لا مو صحيح الكلام بنوب، شو التخبيص هاد؟ ولك أنا ام رشيد يا ام فادي، شبنا؟ أنا لا بعرفك ولا بتعرفيني ولا حتى بدي أتعرف عليكي. قسما بالله إذا جوزي ديري بهالموضوع لحتى فورا يبعت عناصره. جوزي ما معه مسخرة، أنا من شان موضوع أقل من هيك جوزي بعت لي 5 عناصر، عنصر ينطح عنصر.
ماشي الحال. هاتي هالمانطو لإلك. تفضلي، هذا هو الطوق. هذا هو. يسلموا ايديك يا ام رشيد. شفتي شلون يا ام فادي؟ المخلوقه معها حق، طلع الطوق بقلب المانطو. حاجة بقى ام هاني، لا تنرفزيني، كلمة تانية بخلي جوزي يبعت عناصره. يا عيب شو منك يا ام رشيد، لبكناكي بهالليل. ولو نبيلة خانم، إيه بدي خدمة تحرز. يلا خاطركم يا جماعة. شو وين رايحه ام رشيد؟ ما بصير، طولي بالك ام رشيد، بدي ذوقك بوز الدامر. معلش مستعجلة. على فكرة فستانك كتير 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 لابق لك يا ام هاني. شفتي شلون انا بختار لك يلي بيناسبك؟ يو، هلا هذا الفستان اللي لابسته ام هاني من عندك ام رشيد؟ طبعا، ليش وين بدك تلاقي هيك فستان؟ شو بكون ساكتين يا جماعة؟ اطلعي لي برا وليه؟ اطلعي احسن ما اخلي جوزي يبعت عناصره هلا. ها وليش استحيتي كل هالقد ام فادي؟ ما بدها حيا المسألة. على فكرة كلهم بيلبسوا من عندي.